شلونكم يا بنات؟ إن شاء الله تكونون بخير. بفيديو اليوم راح أشارككم يومي من بدايته إلى نهايته، أيام الدوام لما يكون عندي دوامي هو الوظيفة والشغل. فراح أشارككم اليوم من أول ما أقعد من النوم، أحضر ريوقي، كل مرة يكون ريوقي شكل. اليوم هنا سويت بيض، قليتها خليتها بخبزة وأخذتها وياي. طبعا وأنا أمنتج انتبهت قلت أنا ليش ما خليت وياها أشياء البيضة، ليش ما خليت وياها طماطة، نعناع، أي شي ثاني. بعدين انتبهت إنه أنا الصبح آخذ وياي أي شي، بس لأنه ما إلي خلق أسوي شي، بس آخذ شي وياي لأنه بعدين تلزمني الجوعة ولازم آكل شي حتى لا ينزل ضغطي وحتى أعرف أشتغل زين. فمثل ما تشوفون أخذت وياي ريوقي، حضرت غدايا لأنه دوامي طويل، أداوم 9 ساعات، فأتريق بالدوام وأتغدى بالدوام. فهنا دا أحضر جنوتي، هاي جنوتي للدوام، هي نفس اللانش بوكس مالتي، خليت بيها محفظتي، خليت بيها الجزدان اللي أخلي بيه أغراضي، حمرتي، الكلينس مالتي، باقي الأغراض الشخصية اللي أحتاجها وياي أخذتهن وياي. مثل ما تشوفون بسكوتة، وأخذت حليب بالكاكاو، هذي تصبيرة شوية بين ما تجيني الجوعة وأتريق. هسه هنا بديت أخلي المكياج، مخلية هنا بهذي المحفظة المكياج اليومي اللي أحتاجه أو أستخدمه استخدام يومي للدوام. هذي مرايتي، هذا الباودر تقريبا خلصان، وطبعا قبل ما يخلص أنا أكون محضرت لي باودر ثاني حتى ما يخلص وأتوازى وأحتار شو أسوي. هاي الكريم الأساس، هاي المسكارات مالاتي، وهذي الحمرة أنا أستخدمها بدل البلاشر، بدل مورد الخدود، لأنه تكون ثباتيتها أقوى. أخلي الكريم الأساس بعدين أخلي الحمرة حمرة وأدمجها بالفرشة، وبعدين أخلي الباودر. هنا هذه العلبة بيها 2 مثل الجل، واحد للحواجب يكون لونه بني، والثاني أسود، أستخدمه بدل الآيلاينر للعين. وخلصت وجهزت ورحت للدوام ووصلنا دوامنا. طبعا أول ما أوصل للدوام وقبل كل شيء لازم أبصم، مقدس، لأنه إذا تأخرت بالبصمة راح ينحسب علي قطع راتب على عدد الدقائق اللي تأخرتها، 20 دقيقة، ربع ساعة، نص ساعة، على حسب. فأول شي قبل ما أنسى لازم أبصم. بعدين نطلع الريموتات، نشغل الشاشات. طبعا هاي الشاشات تعرض الخدمات اللي احنا نوفرها ويا الأسعار. هنا نشغل الكمبيوترات لأنه راح نحتاجهم، نشوف التليفونات الأرضي إذا جايتنا مكالمات فائتة حتى نتصل بيهم ونجاوب على استفساراتهم أو نحجز مواعيدهم. وطبعا خلصت لي كم شغلة على الكمبيوتر. بعدين بعد ما خلصت قمت أخذت لي جولة بالمكان، تشيكت إنه كل شي تمام، الأمور كلها زينة وماشية صح، حتى إذا أجانا تفتيش من الوزارة إنه تكون أمورنا تمام وما تجينا مخالفات. طبعا بعد ما خلصت شغلي من جوا اللي هو بالريسبشن، صعدت فوق بالطابق مال الإدارة، عندي شغل بطابق الإدارة، شغل ثاني. هنا رفعنا الستاير وأشوفكم هذا المنظر الجميل الخلاب من فوق إيش قد حلو. طبعا هذا المنظر من الطابق الثالث. تعالوا هنا نطلع من البلكونة حتى أشوفكم إياه على الطبيعة بدون جامات بدون زجاجات. شوفوا الشارع، شوفوا الخضار، شوفوا شجرات النخلات. هذا المكان اللي أشتغل بيه هنا، هذه إطلالته الحلوة. أحلى شي بشغلي إنه هو مكانه قريب على بيتي،
يعني ما ياخذ له 5 دقايق بالسيارة وأكون واصلة للشغل. بنات شوفوه هذاك البعيد هذا جبل، بس هو ما طلع واضح بالفيديو، بس بالحقيقة مبين يعني ينشاف شوف العين. هسه يجي وقت الريوق. هذا المكان هو مخصص للأكل، للريوق، للغدا، اللي يداومون دوام مسائي للعشاء. يكون هذا المطبخ بهذه الخزانات وهاي الطاولة والكراسي، وأقعد وحدي أكل أكلاتي، أشرب شاياتي، وأخلص وأقوم أكمل شغلي. يلا من رخصتكم، خلصنا الريوق نرجع نكمل شغل. هنا جايني بريد من الفرع الرئيسي، هنا فواتيري ومصروفاتي. طبعا مصروفاتي هي مصروفات الشغل، شنو احتياجات الشغل اللي نحتاجها نشتريها ونجيب بيها فواتير. الفواتير تكون فواتير ضريبية نظامية نحتفظ بيها، بعدين ندخلها بالسيستم ونوديها للمحاسب. طبعا هذا شغلي أنا، دا أحكي بصيغة الجمع بس هو شغلي أنا وحدي هذا. بعد ما خلصت خليتهم بالمتجر هذا اللي بيه قفل وقفلته. لأن هاي فلوس. هنا أثناء الشغل زوج الحبيب فاجأني إنه هو مشتري لي سكوتر وجايب لي إياه وإجاني للشغل. طبعا أنا من زمان طالبته بس هو كان ما يقبل يشتري لي إياه لأنه يقول لي خطر. هو يكون طريق يعني بين البيوت، ما أمشي على الشارع العام، بس مع ذلك هو كان متخوف إنه يجيب لي إياه. هنا أخيرا اشترى لي إياه وإجا جاب لي إياه للدوام حتى يشوفني إياه. وصديقتي هنا هي عندها سكوتر بس عجبها سكوتري أكثر وكانت فرحانة بيه وهي تجربه. بنات تعالوا أشوفكم هذا المكتب الجميل، شوفوا جماله شلون مكتب ملكي. شوفوا الديزاين التصميم شلون مصمم بطريقة كلش حلوة وراقية. الثريا مالته عبارة عن وردات. هذا مكتب المدير بس ما يتواجد دائما، فيجيله بالشهر تقريبا مرة، بس لازم كل يوم أنا أفوت أشيك على المكتب، أشغل التكييف حتى لا يعطل، وأتأكد من إنه المكتب نظيف. هنا خلص دوامي، بصمت بصمتي وطلعت. طبعا شوفوا أنا جيت الصبح وهسه صارت الدنيا ليل، ولكم تتخيلون إيش قد الدوام طويل، من الصبح لليل صارت الدنيا ظلمة. طبعا مو كل الشغلات اللي اشتغلتها شاركتها بالفيديو، أكيد ما راح أقدر لأنه الفيديو راح يصير طويل عريض، بس اختصرت لكم إياه. ممكن نسوي فيديوهات ثانية أشوفكم باقي الأشياء بغير فيديو. هنا رجعت لبيتي، سوينا أكل، أكلنا الباقي من الأكل طبعا نغلفه وأغلفه وأرجعه للثلاجة. وهذا جانب من روتيني اليومي لمن يكون عندي دوام. نهاري يخلص بسرعة، بس الوقت اللي أخلصه بالشغل يكون بطيء، الوقت اللي أخلصه بالبيت يخلص بسرعة. سبحان الله، الله مبارك بس بالوقت اللي بالدوام. بس بنات هنا الباقي من العشاء أخليه بحافظات، أي حافظة عندي أغطيها زين وبعدها أخليها بالثلاجة. هنا الحافظة ما قبلت تتقبق زين إلا بالقبق مالتها. وهذا اللي بقى من التمة نخليه بحافظة ثانية وأقبقه زين وأخليه بالثلاجة. المهم إنه نغطيهن أو نقبقهن من نخليهن بالثلاجة حتى لا يتلفن ولا ياخذن روائح من الأكلات الثانية.
هنا وأنا أمنتج الفيديو وشفت نفسي شلون أشتغل سريع 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 بالمواعين وأنا أغسل المواعين. طبعا هذا مونتاج أكيد ما أقدر أغسل بهاي السرعة، بس من شفت ارتاحت نفسيتي، تمنيت لو أقدر هيجي أسرع الواقع لمن أغسل مواعين هيجي وأدوس أي دقمة وأقوم أغسل على السريع وأخلص منهن بدون ما أحس بيهن. بس بنا هذا كان فيديونا لهذا اليوم. إن شاء الله الفيديو كان ظريف لطيف خفيف عليكم، إن شاء الله تونستوا بيه وما حسيتوا بالوقت وانتوا تشاهدون الفيديو. شكرا جزيلا لكم مشاهدتكم، نلتقي الفيديو جاي إن شاء الله، أترككم في أمان الله ومع ألف سلامة.